الراجل ده كان رامي سهام عبقري، كل سهم كان بيصيب قلب الهدف، بس في الحقيقة الأهبل ده كان واقف على بعد كام خطوة بس من الهدف. 2 كانوا بيلعبوا تنس، بس كل المتفرجين كانوا كسالى، ما كانوش حتى بيلفوا راسهم، بس بيحركوا عينيهم سنة صغيرة يمين وشمال مع الكورة. والراجل ده كمان كان مثالي في ضرب الكور، كل الكور كانت بتدخل في الحفرة في نفس الوقت عشان هو كان لازق كل الكور في بعض. ولما الكل بدأ يجري سباق، كلهم جريوا بنفس السرعة بالظبط عشان كلهم كانوا واخدين فيتامينات من نفس الشركة. ده كان أكبر جبل جليدي في العالم، الناس اللي جم يتزحلقوا عليه كانوا بيرتعشوا من الخوف، لكن ولد نزل عليه في ثواني لأن الجبل كان مجرد رسمة. البنات بدأوا سباق سباحة، لكن من بين آلاف المتسابقات حورية بحر هي اللي كسبت. مباراة كورة كانت على وشك تبدأ في الملعب، وفجأة كل اللعيبة نطوا زي الضفادع وابتدوا يتخانقوا مع بعض. وبعد كده كان في سباحة تزامنية للرجالة، بدأ بسباحة الصدر، بعدين الظهر، وفي الآخر سباحة الكلب المشهورة. المسابقة دي كانت معتمدة جداً على العمل الجماعي والتنسيق، لو التعليمات ما تنفذتش الفريق كله كان هيقع. ولو عمرك ما حضنت باباك، سيب ايموجي قلب في الكومنتات وقول بحبك يا بابا.